حقيقي ده هيكون من أقرب الفيديوهات على قلبي، لأن أنا هحلل مسلسل بحبه جدا جدا، وسمعته 4 5 مرات، وسمعته للمرة الأخيرة بهدف التحليل. يعني ركزت في كل مشهد وفي كل حاجة اتقالت، علشان أنا مهتمة قوي بالتأثير السلبي للمسلسلات للأغاني على حياة الشخص بشكل غير مباشر. لو ده كان مسلسل الطفولة ممكن يفرق في اللاواعي عندك، يخليكي تشوفي الأمور بطريقة مختلفة. لو بتسمعي أغنية بشكل متكرر تأثيرها السلبي عليكي في اللاواعي. فمهم قوي نفهم المسلسل ده، علشان ما نفتكرش ان دي العلاقة اللي فيها حب، وان فيها معرفش ايه، وعلاقة مستحيلة. هي ما كانش فيها حب خالص. وخلينا نبدأ بعلاقة سمر بمهند، وخلينا نبدأ بشخصية سمر تحليلها. سمر ركزوا في القصة ان هي شخصية متكبرة إلى حد كبير، مغرومة بنفسها. لما بتحب حاجة عايزة تاخدها بتاخدها. بان في تكبرها على الخدم، ومش بس عشان الخدم كانوا في تبع عدنان وكانوا تبع نهال، لا، حتى الخدم اللي كانوا يخصوها اللي هي زي كاتيا كانت برضو بتتعامل بتكبر مع اي حد، وشايفة نفسها ان هي اعلى منهم، وعندها سنة غرور. فهي شايفة دايما الحاجة اللي هي عايزاها بتاخدها، يعني هتاخدها. فدي من سمات شخصيتها. وهتلاقي اللي بيشاركها نفس السمات ولكن مش بنفس الكبر مهند، ولكن مهند بيشاركها الغرور اكتر من التكبر. هتلاقي في تعامله مع الخدم في سنة لا مبالاة بيهم، هو اصلا مش شايفهم، هو مش بيعملهم بتكبر، ولكن مش بالاهتمام. ولكن مثلا مش بالاهتمام اللي بتتعامل بيه نهال، او الاهتمام اللي بيتعامل بيه عدنان. مش مصاحب حد منهم زي نهال ما مصاحبه مراد. مش مرتبط بحد فيهم، هو بس بيتعامل بلا مبالاة زي شخصيته. لكن سمر بتتعامل بتكبر. وده حتى في مهند لما شافته في الاول كانت بتتعامل معاه بتكبر، ان هو كان حبيب اختها وهي كانت شايفه العلاقه من فوق، ده اللي كسر قلب اختي. ما حطتش نفسها مكان اختها، كانت بتتعامل بالموضوع بمنظورة اللي هي من فوق. لما جت تنتقم من فيروز واختارت عدنان عشان تنتقم منه، هي أوهمت نفسها إن هي بتحبه، أوهمت نفسها إن الشخص ده هو الزوج المثالي، وشافته بالنسبة لها هدف، وده أثرها إن هي هدف تحصل عليه بس علشان تنتقم من أمها. واللي عملته فيها، لأن زي ما لاحظنا كان في طفولة فيها إهمال. ثانيا هي كانت متعلقة بأبوها أكتر، فعندها جرح الأب. فهي الراجل اللي بتدور عليه غالبا يا اما راجل كبير في السن، يا اما راجل غير مهتم. وده اللي بنشوفه في الحلقات قدام مع مهند. هنلاقي في الحلقات الاخيره مهند مش مهتم بيها، مش معبرها، مش عايزها، وهي برضه بتجري وراه وما عندهاش كرامه. ليه؟ لان هي عندها جرح الاب. هي ما عاشتش طفوله سويه كفايه مع ابوها، كمان عندها جرح الام، عانت من الاهمال. فهي بتتقبل الاهمال بس بغرور، فعانت من الاهمال، فهي عايزه تاخد كل الحاجات دي وهي كبيره. عايزه تاخد الاب، وعايزه تاخد الحب، وعايزه تعوض الاهمال اللي عاشت فيه، وفي نفس الوقت عايزه تنتقم من امها اللي كانت السبب في موت الراجل الوحيد اللي هي فعلا حبته واللي هو حبها. هل عدنان حبها؟ لا، عدنان شافها زوجة مثالية مناسبة ليه، عايز يخلف منها. شافها زوجة، شافها شراكة زوجية. فحتى لما كانت كذا مرة ما ترضاش ان هي تخلف كان يقلب عليها. وفي اخر مرة لما سابها كان كل الحاجات اللي مأثرة عليه فكرة ان هي مش عايزة تخلف منه. فهو شافها كشريكة بارتنر اكتر ما زوجة بيحبها. لان لو الراجل بيحب الست مش هيفرق معاه لو هي مش عايزة تخلف منه، او هو مش عايز، او هي عموما مش عايزة تخلف، بيفضل متمسك بيها. كمان عدنان راجل عنده عزة نفس، تخليه اللي هو لا، ما يفضلش يجري ورا الست كتير. عنده كبرياء بسبب سلطته وبسبب القوة اللي هو واخدها. ف وكمان ان هو راجل كبير ناضج سنيا، غير سمر اللي هي الشباب بقى والجري وانا هزعل منك وانت تيجي تصالحني. لا، هما الاثنين اشخاص مختلفة، جمع ما بينهم الاعجاب اكتر. طيب، سمر في الاول هي خلاص كانت كل همها ان هي تبني عيله ناجحه، جواز ناجح، بس علشان تكيد امها اللي كانت هتموت على عدنان. فلما جت بعد كده لقت امها مستفاده من الوضع عادي، لقت فيروز ايه ده، بتاخد فلوس، عاشت معاهم في القصر، مستفاده من كل حاجه. فيروز بقت مش متضايقه، استغلت الوضع لصالحها. هنا سمر بدات تفوق تقول ايه ده،
انا خسرت قدامها في اللاواعي، هي عارفه نفسها ان هي خسرت، كده كده امها مستفاده. هي الاول كانت فاكره ان امها هتتشرد وسمر تفضل في المكانه العاليه وشكرا انتقمت من امها، لقيت نفسها ما انتقمتش ولا حاجه، دي فيروز معاها نطلها، دي بتستفيد معاها في كل حاجه. فايه، هنا بقى اتهزت، هنا حصلت لها الهزه النفسيه. لو تشوفي في الاول كانت دايما بتحب تبوس عدنان، تحضنه، وتبين لفيروز قد ايه هي بتبني حياه سعيده. هل هي كانت بتفيك ده؟ ما كانتش بتفيك، قد ما كان الموضوع مش لايق عليها، كانوا الاتنين مختلفين عن بعض، كان الموضوع مليء بالاعجاب وجرح الاب اكتر، وهي كانت عايزه تعوض الهزيمه اللي حصلت لها لما فقدت ابوها بسبب امها. فقالت عصفورين بحجر واحد، عدنان انتقم منه من امي، وفي نفس الوقت هعوض الاحساس اللي فقدته. ده كله في اللاواعي، هي بس كانت واعيه ان هي بتنتقم من امها فقط لا غير. وكانت بتحاول وكانت بتحاول تخلي الانتقام ده ما ياخدش الانتقام بالشكل اللي هو الطبيعي، لا كانت بتحاول تخلي تتعايش وتتأقلم، لأن ما كانش فيه اوريدي حد بتحبه، ولا علاقات ولا علاقات سابقة، ولا كان في أي حد في حياتها. فبالنسبة لها هي عايزة تحول الجواز ده لجواز ناجح اجتماعيا. طيب جت بعد كده لما أمها عاشت معاها في البيت، فيروز عاشت معاها في البيت، وفيروز بقت مستفادة بالوضع ده ماديا، بدأت تحس بالغضب. فازاي فرغت عن غضبها؟ فرغت بنفس الصورة اللي أمها عملتها، قالت أنا في اللاواعي لو هي أخدت مهند اللي هو العشق الممنوع، تمام، على اسم المسلسل، لو هي أخدت مهند وحبته وهو حبها، وهي طبعا لازم تتحب بمفهومها، أنا لازم أتحب، أنا ما اترفضش، أنا جبت عدنان مش هجيب مهند، هجيبه، تمام، فأنا ما اترفضش. فلو أنا ومهند حبينا بعض، وعدنان أصلا مش فارق لها مشاعره ولا فارق لها عاطفيا ولا هو ولا أولاده، فلو حبيته ساعتها هعرف انتقم من امي، صح، لاني هعمل فضيحه وهعمل عار هيفضل قاعد لها على طول، وهخسرها عدنان اللي هي مستفيده منه. فهي في اللاواعي كده، ولكن في الواعي في التصرف المباشر زي ما عملت مع عدنان، وهي اوهمت نفسها ان هي بتحبه، هي برضو اوهمت نفسها ان هي بتحب مهند، لان عارفه ان مهند شخص جرح اختها وجرح ستات كتير، وعارفه ان هو متعجرف، وعارفه ان هو فاشل، وعارفه ان هو معتمد على مين؟ على عدنان. فهي عارفه ان هو مش الشخص المنشود، مش الشخص اللي يتحب، ولكن ده الشخص المثالي في خطتها. فهي اوهمت نفسها ان ده الشخص اللي انا هحبه. هو بقى هو عمل ايه؟ هو شخص هنلاحظ ان هو لما بيسيب علاقته ببشرى، لما جه سابها بمنتهى الانانيه، سابها وما فرقش معاه، وصلها للانتحار، رجع لها بس عشان يضايق سمر. هو اصلا مش شايفها، بيتعامل مع العلاقة بمفهومه هو، بمنظوره هو، منظور الاستغلال. ملول، بيزهق من العلاقات، بيحب يعمل علاقات كتير بس مش عايز يستمر في ولا علاقة. ودي من سمات الشخصية النرجسية اللي هي متباهية بذاتها، نرجسية واضحة خالص. علاقاته كتير جدا، مهند الوسيم الأمور اللي الكل بيجري عليه، هو بيحب قوي الحالة دي. فسمر كانت بالنسبة له أثارت المشاعر دي، مشاعر وهو صغير لما عمه رفض ان هو يربيه ما حسش بقيمته، حس ان هو عظيم القيمه، فبقى يحس بقيمته من العلاقات اللي بتدخل حياته. لما واحده تعمل اكسبت ابروف وتخش في حياته، شكرا انا كده حسيت بقيمتي. ده مهند بيحب يحس بقيمته من الستات المعجبه بيه. وانس ان الست اعجبت بيه وحبته بيبدا يزهق، ها، نكست نكست. ليه بقى ما عرفش يعمل كده مع نهال؟ لان نهال بتملك السلطه، نهال في مقام الام اللي هو فقدها، نهال في الجزء اللي هو غصب عنه لازم يحترمه، لان الجزء ده هو المسؤول عنه ماديا، هو المسؤول عنه شكليا، فما ينفعش يلعب مع الجزء ده. عشان كده هو اتضايق قوي لما اتدبس في العلاقه دي في الاول، لما دخل العلاقه دي في الاول كان متضايق، لان هو عارف ان العلاقه دي غصب عنه لازم يكمل فيها، لكن هو ما حبهاش برضه، ما حبش نهال، هو حب نفسه. فلما جه سمر كانت بالنسبه له الحاجه اللي نفسه يثبتها لنفسه، هو اي ست بتعدي قدامه لازم يثبتها لنفسه، لازم. فبالنسبه له سمر برضه بالنسبه له الاثبات الصعب، لو اثبت لنفسه بالمقاييس العاليه، الست دي اختارت عدنان وعدنان اختارها، اذا الست دي مقاييسها عاليه، عدنان شاف فيها ايه عشان يختارها؟ اكيد الست دي هاي فاليو، اذا الست دي اللي هتثبت ان مهند حاجه كبيره قوي وحاجه جامده قوي. فغصب عنه في اللاواعي بقى يتشد لها، هو محتاج يثبت نفسه، وهي بتتشد له عشان ايه؟
عايزه تنتقم من امها، هما الاثنين مشدودين لبعض فيما يسمى العشق الممنوع. فاللي حصل بقى ان هو فضل يجري وراها ويحاول يمنع نفسه، بس ده مرض عنده، مرض اثبات الذات في العلاقات المتكرره. هو بيحب نفسه، هو رقم واحد عنده، حب مشوه، حب لنفسه حب مشوه. مش هيفرق بقى معاه مبادئ عدنان رباني، نهال اختي، ده معرفش، مش هيفرق معاه. هو اهم حاجه عنده رحله اثبات الذات اللي هو بيحاول يتعايش فيها. وهو شخصيه مستغله، شخصيه زي ما شفنا ما بيشتغلش، ما بيعملش اي حاجه، بيصرف من فلوس عمه. جات له كذا فرصه ان هو يبني نفسه، ما حاولش يعمل كده. هو شخص كسول استغلالي، بيحب قوي المنظره، بيحب قوي الشكل اللي هو يبان في الشكل الريتش. لا، ما مستحيل يستغنى عن الحاجه اللي تحطه في مكانه معينه، ولا اي ست تقدر تخليه يستغنى عن ده. الست الوحيده اللي اتهزم قدامها بسبب ان هي وراها مكاسب كتير هي نهال فقط. طيب هتقولوا لي لو سمر انفصلت عن عدنان كانت هتاخد نص الثروه، تمام، كانت هتاخد نص الثروه، اوكي، بس مين كان هيشيل مسؤوليه الثروه دي؟ مهند هو اللي كان هيشيل المسؤوليه. هو شخص رفض ان هو يشيل المسؤوليه، هو بيحب يصرف وبس. طيب مكانته الاجتماعيه كانت هتتهز خالص، وهو ما يحبش ان هو يبقى كده. هو دايما بيحب يكون الراجل الوسيم الريتش اللي البنات بتموت عليه ومحور الكون، فمستحيل كان يتنزل عن ده. فبالنسبه له كانت صفقه خسرانه، بالنسبه له نهال صفقه كسبانه. فكر فيها مع الوقت وعمل ايه بقى؟ تعايش ان هو بيحبها، تعايش مع الوضع علشان ما يحسش ان هو الوضع اتفرض عليه. عمل نفس ما عملت سمر في الاول. شفتوا سمر اللي عملته مع عدنان في الاول، هو عمله مع نهال في الاول. يعني عدنان ونهال هم لعبه، هم الاثنين في ايد سمر ومهند. فانا رافضه بقى اي حد يقول لي ان ده كان حب، ده ما كانش حب، دي كانت امراض نفسيه ما بين سمر، شخصيه حديه بتخاف من الخساره، عشان كده في الاخر انتحرت. ما بتحبش الخساره نهائي، الحياه عندها يا ابيض يا اسود، مفيش رمادي. تعدد العلاقات زي سمر. الاندفاعيه وراء عواطفها، الخوف من الهجر، الخوف من الخساره، كل دي سمات في الشخصيه الحديه. هو بقى سماته شخصيه نرجسيه، فهما الاثنين لايقين على بعض جدا. وده كان تحليلي باجتهادي عن مسلسل العشق الممنوع. عرفوني في الكومنتات عايزين تحليل عن ايه، عن ايه مسلسل عايزين اشوفه، هشوفه واحلله لكم. لو وصلتي لاخر الفيديو اعملي اشتراك للقناه وفعلي علامه الجرس واعملي لي لايك، واشوفك في فيديو جديد.